السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكون قلوبكم مطمئنة وتكونوا مرتاحين وعلى بال. مرحبا بكم في زاوية صغيرة من قلبي. أنا فدوى، وهذه حلقة جديدة من القلب للقلب. اليوم بغيت نهضر على واحد الحاجة اللي كيبان باللي حاجة بسيطة، ولكن عندها قوة كبيرة في الحياة، اللي هي النية الطيبة، ولا النية الزوينة، ولا النية الصافية. المهم سميوها كيما بغيتو، المهم النية. كنعرف بزاف ديال الناس كيقولوا ما دير خير ما يطرى باس، يعني دير خير يطرى باس. كيقولوا زعما النية ما بقاش. كيقولوا ما بقاوش الناس كيستاهلوا تكون نيتك صافية معاهم وتكون ظريف معاهم. ولكن أنا فاهمة هاد الإحساس، حيت صراحة كل واحد فينا طاح في موقف بحالو. يعني شحال من مرة كتقول ما بقيتش غنكون أنا إنسانة ظريفة، ما بقيتش غنكون نيتي زوينة، ما بقيتش غنكون كنتسامح، ما بقيتش نكون كندير الخير لهاد الدرجة، حيت إلا درتي خير كيرجع لك بومزوي، إلى آخره إلى آخره. ولكن الحقيقة أنه النية زوينة عمرها ما كتضيع. ربي ما غاديش يحاسب على أنك درتي الخير والآخر ردولك بومزوي إلى آخره. ربي غيحاسبك على ديك النية وعلى داك الخير اللي في قلبك. يمكن درتي الخير في شي واحد وما شكركش، أولا يمكن دار فيك العكس، دار فيك مخيب، ولكن الخير راه ما كيضيعش، غير كدور وكيجيك من طريق آخر. يمكن شكل ابتسامة ولا فرصة ولا راحة في القلب بلا سبب. كاين واحد النوع ديال الناس كيعطيو من قلبهم بلا ما يتسناو المقابل، كيعاونوا كيسمعوا كيدعيو في الخفاء. وهذه حاجة زوينة، انك انسان ما كتعرفوش، ممكن انا جالسة في الدار طليت في السرجم بان ليا شي حد دايز، قلت يا ربي تسهل عليه، يا ربي ترزقو، يا ربي تنور بصيرته، يا ربي تهديه، الى اخره من الادعية. وهذه حاجة زوينة والله صدقا. فمرات كيتآداو هاد الناس هادو، ومع ذلك كيبقاو زوينين. راه واخا يعياو ما يقولوا انا غنولي خايب، راه اللي زوين اللي زوينه نيته، واللي قلبه نقي، واللي آم، قلبه صافي، راه كيبقى هكاك. صعيب تبدل انسان طيب لخايب. والحاجه الزوينه في هاد الشي هذا، في هاد الناس هادو اللي كيعطيو، ومثلا كيعطي كيدير الخير، ولا كتكون نيته زوينه تجاه واحد الانسان قدامه، داك الانسان قدامه كي كيواجهو كيعطيه في المقابل حوايج خايبين. ولكن راه سيدي ربي كيكون عارف هاد النوع هادو د الناس، كيعرفهم مزيان، وما كيبخلش عليهم بالبركة. حتى لو انه البشر يكونوا نساوهم انا درت الخير في شخص نسى ليا خيري، ولا انا درت الخير ونسيت داك الخير اصلا اللي درت، حيت قال لك دير الخير ورميه في البحر. نسى بلي درتي الخير، ولكن سيدي ربي ما كينساش لك داك الخير. والنية الزوينة، على فكرة، هادي مهم، ما خصك تلصقها في دماغك. النية زوينة او الانسان الا كان ظريف، راه ماشي غباء، هو واعي بشنو غيجيه في المقابل. فالنية الزوينة ماشي غباء، هي وعي. انك تختار تكون، نقدروا نسميوها نور، تكون داك الضوء، ديك الضوء الصغيور اللي خارج من شميعة، تكون ديك الشميعة اللي في العالم. حتى إلا الناس طفاو الضو ديالهم، راه حاجة زوينة، حاجة زوينة انك تكون حاجة زوينة في العالم والله. ولكن عاوتاني النية الزوينة ما كتعنيش أنك تبقى بوهالي، ما كديرش attention. كون كون ظريف ولكن واعي، عاون، ولكن ما تخليش راسك تهرس. حيتاش ما تاخدوش على أن النية الزوينة وأنه كندير الخير، ندير الخير غير في الناس، ونبقى هكا بوهالي هما كيضربوا فيا وانا كندير الخير غير في الناس. دير الخير حتى في راسك، دير الخير في الناس وفي راسك. تكون نيتك زوينه مع راسك ومع الناس، ماشي غير مع الناس وتآدي في راسك وتهرس في راسك. وسامح، ولكن تعلم الحدود. كل واحد فينا كيعيش مواقف كتختبر نيته، واش نعاون ولا نتهلا في راسي، واش نسامح ولا نسد الباب. والجواب بسيط، دير اللي نيتك مرتاحة معاه. إلا قلبك قالك ديرها، ديرها، وخلي الباقي على الله.
وحتى إلا ما رجعش من نفس الناس غادي يجيك من باب آخر، وفي وقت غادي تحتاجو فيه بالضبط. عن تجربة والله، كدير الخير مثلًا وكتسنى المقابل، راه ممكن ما يجيكش في ديك اللحظة اللي أنت كتسنى. ممكن أنت درتي الخير في 2000 راه يجيك في 2029 عاد اش غيرجع لك داك الخير اللي أنت درتيه في 2000 من بعد مرور 29 سنة. راه فاش كدير الخير كيرجع لك في الوقيتة بالضبط اللي أنت محتاج ليها اللي محتاج لداك الخير فيه. والدنيا واخا بعض المرات كتبان لك قاصحة، ولكن خليك ديما إنسان نيتو صافية. راه ربي كيعرف القلوب وكيجازي النية قبل الفعل. وفاش نقول لِك نيتك صافية، راه ماشي النية الصافية تساوي البهلان، ولا تساوي قلة الوعي، ولا تساوي السذاجة. راه النية الصافية كتكون إنسان نيتو زوينة، إنسان كيسامح الناس الآخرين، ولكن هادشي مكيعنيش أنو في البلاصة الحفرة فين عضني الحنش غنمشي نعاون الحنش نتحشى معاه في الحفرة باش يعاود يعضني. لا، المهم أنا فدوى وهادية كانت من القلب للقلب. نتمنى كلامي اليوم يكون وصلك ويكون عطاك شوية ديال الطاقة الزوينة. نشوفك في الحلقة الماجية، وخلي نيتك ديما تكون زوينة. واخا الناس الاخرين تكون نيتهم خايبة، المهم نتا خلي نيتك تكون زوينة. ورسالتي من هاد الشي كامل هو انه ما نخلطوش بين المفردات، ما نخلطوش بين السذاجة والنية راه الانسان اللي نيته زوينة مكيعنيش انه غبي. كون انسان نيته زوينة كيدير الخير وكيبغي الخير، ولكن ما تكونش مكلخ كيف كنقولوا بالدارجة ديالنا، ما تكونش مكلخ. و تعلم من الأخطاء، تعلم من الأخطاء ما كيعنيش أنه أنا الخطأ ديالي أنه كنت نيتي زوينة. لا، أنه تكون نيتك زوينة هذا ماشي خطأ. وهذا ما كان. السلام عليكم.